استاذ عبد الودود. صباح الخير يا فكريه. هي سميره ما جاتش الشغل النهارده ولا ايه؟ سلامة الشوف يا فكريه، ما هي قدامك محشوره ورا الملفات اهي. الله، مش تقولي انك هنا يا سميره؟ يا خبر، مالك يا حبيبتي؟ حاطه ايدك على خدك ليه؟ لا مفيش حاجه يا فكريه. مفيش حاجه ازاي؟ ده انا شم ريحه الخناقات الزوجيه على بعد كيلو، فشر كلب هول. صدقيني مفيش حاجه. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. فضفضي لي يا حبيبتي، ده انا الصدر الحنين للمصلحه كلها، وانت اتعودتي ما تخبيش عليا حاجه قبل الجواز وبعده. مفيش حاجه، اصلي مش عايزه اشغلك يا فكريه. عن ايه يا حبيبتي؟ انا لا عندي عيل ولا جوز مستنيني. قطعوا الرجاله، جربت حظي معاهم 4 مرات وما خلصتش منهم غير بالمحكمه. رجاله علل. مش كل الرجاله يا فكريه. قصدك ايه يا استاذ عبد الودود؟ ما انت هتدافع عن حسن جوز سميره لانه اخو مراتك وانت اللي مختاره لها. يا فكريه انت اللي كنت ايه يا استاذ عبد الودود؟ ما تكمل نكديه، مش ده قصدك؟ انت اللي قلتي. انا ما بقولش. قومي بينا على مكتبي نتكلم هناك براحتنا. قومي هز طولك. سيبي سميره في حالها يا فكريه. جاي يا استاذ عبد الودود. الله، ما تخليك في شغلك وسيبنا في شغلنا. حصلين يا سميره، حصلين. سميره. ايوه يا استاذ عبد الودود. انا مش همنعك تروحي معاها، لكن خديها مني نصيحه يا بنتي. السر لو خرج من بين 2 ما يبقاش سر، يبقى خبر، والخبر على عينك يا تاجر. والبيوت اسرار يا سميره، وسر البيت عموده. يا ريت تكوني فهمتيني. اطمن يا استاذ عبد الودود، الكلام ده حسن دايما بيفكرني بيه. الله، جاي يا سميره؟ سايباني مقطوعه بره وواقفه تتسامري؟ الله، حصلين على مكتبي. يا حسن لا. الله، ماليش حق فيها يا سعفان. يا راجل ما تعملش في نفسك كده، افتح الشباك، ارخي الستاره. شباك ايه يا سعفان وستاره ايه؟ انا فاهم وانت فاهم، ليه بقى تعمل مش فاهم؟ صدقني مش فاهم. بقى بالذمه ده شكل راجل متجوز بقاله 8 شهور. الله، وايه دخل الجواز بالشباك والستاره يا سعفان؟ ما هو الجواز ومشاكله هم سبب تعكير مزاجك. وبعدين يا اخي اذا ما فضفضتليش يعني هتفضفض لمين؟ سيبك بقى من الشغل اللي في ايدك ده واحكي لي. ما هو انا الصدر الحنون اللي كل زملاء في المصلحه بيرتاحوا عليه. اطمن، سرك في بيع. بقول لك ايه، لا بير ولا بحر يا سعفان. الله يا راجل ما تبقاش عصبي كده، احكي لي بقى بالتفصيل الممل عشان اقدر افتيك الفتوى اللي هي. شوف يا حسن يا اخويا، اصل الست من دول. استاذ سعفان لو سمحت عايز اخلص شغلي. انا يا سيدي ولا تزعل، نقدر ندردش بعد ما تخلص شغلك. بس انت تعرف يا حسن يا اخويا، انا من لحظه ما عرفت انك ناوي تتجوز سميره زميلتنا من فضلك يا استاذ سعفان ارجوك ما تتدخلش في حياتي الخاصه. يا راجل هو في حياه خاصه وحياه عامه؟ ما كلنا زملاء وعارفين اسرار بعض. اسرار الشغل مش اسرار البيوت يا استاذ سعفان. عندك حق يا حسن، حقك عليا يا سيدي. انا اسف اذا كنت بحشر نفسي في حياتك الشخصيه، بس اصل ده من عشم. يا استاذ سعفان لازم تعرف ان حياتي الشخصيه ملكي انا ومراتي وبس، واذا حبيت اتكلم عنها مش هتكلم عنها في الشغل. خلاص يا سي حسن خلاص. طب انا عازمك الليله دي على فنجان قهوه بره الشغل عشان تتكلم براحتك. وانا اسف ما بشربش القهوه. طب ايه رايك بقى في كوبايه سحلب معتبره تشربها انت وتسحلب لك انا كده واجرجرك في الكلام لحد ما تفضفض. استاذ سعفان ممكن تحل عني بقى؟ سميره يا خبر، دي حاجه ما تتسكتش عليها ابدا. لا لازم تشوفي لك حل قبل ما ياخد على كده ويموتك من الجوع. وحكمه قالتها لي خالتي نبويه، اذبحي لجوزك القطه من ليله الدخله، بعد كده لو حب يبص حواليه مش هيلاقي غيرك. حسن كويس وطيب يا فكريه، لكن ايه يا خايبه يا نايبه يا قطه مغمضه؟ المساله مش للدرجه دي يا فكريه. اياك ناويه تسكتي لحد ما توصلي للدرجه دي؟ ما هي دايما بتبتدي كده. معلش يا سميره يا حبيبتي، الشهر ده علينا اقساط كتير، اعملي لنا باميه قرداحي من غير لحمه، وبعد كده ياخد على كده. حليني بقى يا مني خلصني. مش ده اللي حصل؟ فعلا هو ده اللي حصل. شفتي بقى ان كلامي ما ينزلش الارض ابدا؟ انا كنت معاكم. لا يبقى تصدقيني وتسمعي اللي اقول لك عليه على طول. صباح الخير يا مدام. عند الاستاذ عبد الودود. هو ايه اللي عند الاستاذ عبد الودود؟ طلب حضرتك. وخدي بالك بقى يا سميره من فضلك. من فضلك ايه انت؟ الله، سيبينا نشوف شغلنا. ما انا جايه لحضرتك عشان كده. الطلب اللي معايا ده يا مدام انا ما اقصدش شغل المكتب. امال تقصدي ايه حضرتك؟ رسالتي الاجتماعيه مع زميلاتي في العمل. يعني يرضيكي اسيب جوزها يتملعن عليها واسكت؟ اظن ما يرضيكيش وانت ست مكسوره الجناح زينا. لا طبعا ما يرضينيش، بس هي ايه الحكايه؟ اقعدي يا حبيبتي انا احكي لك. ودي قاعده. شوفي يا اسمي الكريمه ايه؟ فتحيه. وحضرتك؟ فكريه. ودي سميره صاحبتي. شايفه يا حبه عين امها قاعده ومسحمه ازاي وحاطه ايدها على خدها. منهم لله الرجاله اللي معكنين علينا حياتنا. ايه بقى الموضوع يا ست فكريه؟ شوفي يا فتحيه يا حبيبتي. ايوه يا فكريه يا حبيبتي. تصوري المدعو جوزها عايزها تطبخ الباميه